ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع. وبنو قينقاع هي إحدى قبائل يهود الثلاث الموجودة في المدينة. وكانوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في طرف المدينة، وكانوا أيضا مشهورين بالتجارة والصياغة، صياغة الذهب، كانوا مشهورين بذلك. وكانت هذه القبيلة مع قبائل اليهود الثلاث لما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة على ألا يخونوه وألا يغدروا ويبقوا في مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم في المدينة، بحيث أن يكونوا على الوفاء بالعهد للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون منهم غدر ولا يكون منهم خيانة ولا يكون منهم إعانة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه من المشركين. لكن تاريخ اليهود في قديمه وحديثه مليء بالغدر والخيانة، وإذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابها والمشهورون بها في التاريخ كله، ويتحينون الفرص. ولهذا أشرت فيما سبق أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهذه قبائل اليهود التي كانت في المدينة كان على إثر معركة من أمهات المعارك التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فيتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد. وهذه القبيلة قبيلة بني قينقاع أول قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نقضهم للعهد على إثر غزوة بدر. وبدت منهم بعد هذه الغزوة خيانات ومكر مما يدل على نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بعد هذه الغزوة في مواطنهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في سوقهم وقال: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. ولكنهم قالوا له في الحال: لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أغمارا من قريش، لئن قاتلتنا لتجدن أناسا غير هؤلاء. فلما يبالوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره صلى الله عليه وسلم لهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قريشا، فلم يبالوا بذلك وقالوا: لو قاتلتنا لوجدت رجالا ليسوا كأغمار قريش، فنحن أهل الحرب ونحن أهل كذا. ومن الأمور أيضا التي وقعت منهم أن امرأة مسلمة جاءت لتبيع ذهبا لها إلى أحد الصاغة من اليهود، وهم معروفين بهذا العمل. فأحدهم وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بدون أن تشعر من الخلف، بحيث إذا قامت تنكشف عورتها. وهذا من مكر هؤلاء وخيانتهم وخستهم وغدرهم. فحصل أن قامت فانكشفت عورتها أخذ اليهود يضحكون عليها. فأحد المسلمين غار لها فقتل الصائغ الذي كان قام بهذا العمل، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه.
الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من هؤلاء الخيانة وعدم الوفاء والتربص بالمسلمين الدوائر والكيد للمسلمين وممالأة الأعداء عليهم، غزاهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا أول قبيلة كما أشرت من قبائل اليهود بالمدينة نقضا للعهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا أنفسهم ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، أي في رقابهم، في نسائهم، في ذرياتهم، في أموالهم. سلموا أنفسهم بعد هذا الحصار الذي استمر لمدة 15 يوما. وذكر الإمام بن كثير وغيره من أهل العلم أن هؤلاء فيهم قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، في سورة الحشر في أواخرها. ومن المعلوم أن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وبني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد معركة أحد. أيضا هم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد معركة أحد. فلما ذكر الله خبر بني النضير في سورة الحشر قال: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، يعني شأن بني النضير مثل شأن بني قينقاع، يعني حالهم واحدة ومتشابهة ومتطابقة. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم لأنهم اجتمعوا كلهم على الخيانة وعلى الغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال: فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلتهم رجالهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول أظهر إسلامه بعد غزوة بدر في جملة كبيرة ممن أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين. وأشرت فيما سبق أن ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان، وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وخذل فيه الكفر والكافرين. فبدأ بعد ذلك بدأت تظهر ظاهرة النفاق، وهي إعلان الإيمان وإبطان الكفر. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج. فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وفيما قال: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني إذا قتلت هؤلاء
ويعني نخشى أن تحل بنا مصيبة أو أن تنزل بنا بلية، فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل شفاعته فيهم، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف من المدينة، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فأجلوا من المدينة. أمر بهم عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقتلهم، وإنما أمر بهم أن يجلوا من المدينة وألا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، فلبثوا مدة لم تطول وهلك أكثرهم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي كانت بالمدينة. وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عقب غزوة بني قينقاع، ولما يذكرها هنا الغزوة المعروفة بغزوة القردة، غزوة القردة، وهذه أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل السير بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وكانت في جمادى الآخرة، وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه لملاقاة قافلة تجارية لقريش، لملاقاة قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة، ففر الرجال تاركين القافلة بكاملها غنيمة للمسلمين. وذكر ابن سعد أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة. هذه المنطقة هي إلى جهة نجد، ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذه أيضا محاولة لقريش لتغيير طريقة التجارة، لما يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يرصد تجارتهم إضعافا لهم من جهة الشام جهة الساحل، وأيضا من جهة اليمن كما مر معنا في بعث عبد الله بن جحش، اتجهوا إلى جهة نجد، لأن هذه المنطقة القردة إلى جهة نجد، فحولوا التجارة من تلك الجهة إلى نجد إلى جهة العراق. وأيضا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وغنم قافلتهم كلها وفر رجالهم. نعم.